السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة أمنية المعلوميات، لو أول مرة بتشاهد القناة فيرجى من حضرتك الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على كلمة أول، ولايك وشير عشان الكل يستفاد. النهاردة الفيديو ده قناة أمنية قررت أن تنزل أحدث الأخبار بحيث ان تعمل مواكبة لأحداث عامة، يعني أحداث واخدة كده ضجة عالمية، فالكل طبعا بيتابع. فاحنا النهاردة الفيديو ده شغال على الانتخابات، فالفيديو بيقول لك ايه بقى بالأسماء: قائمة النواب الخاسرين من مرتضى منصور إلى أحمد طنطاوي. هنشوف مع بعضينا بقى. يقول لك مع كل إعلان عن نتائج الانتخابات على مدار 4 جولات للمرحلتين الأولى والثانية، تبرز الصورة النهائية لبرلمان 2021 أكثر، حيث يختفي نواب ويظهر آخرون. ومع نتائج جولة إعادة المرحلة الثانية خرجت وجوه مألوفة جديدة من تحت القبة، مثل أحمد طنطاوي وإلهامي عجينة. وضمت قائمة الوجوه الغائبة عن برلمان 2021 بعد وداع مجلس النواب الحالي الذي ينتهي فصله التشريعي في يناير المقبل، ومعه تسقط الحصانة عن النواب الخاسرين. العديد من الأسماء التي أحدثت جدلا في مواقف عديدة. أبرز هذه الأسماء كالتالي: أحمد طنطاوي. هنشوف بقى أحمد طنطاوي. يقول لك: أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى كفر الشيخ خسارة النائب أحمد طنطاوي. أنا بجد بالنسبة لي دي كانت مفاجأة، بعد حصوله على 53,529 صوت في مقابل فوز السيد شمس الدين لحصوله على 73,795 صوت، ومحيي الدين القطان على 43,094، وباسم حجازي على 63,103 أصوات. كما خسر أيضا مراد القطان على 55,278 صوتا، وياسر منير على 62,855 صوت. أنا بالنسبة لي بجد خسارة أحمد طنطاوي دي مفاجأة وصدمة. طيب نشوف الشخصية الثانية اللي هو إلهامي عجينة. أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة مقرها فين؟ مركز شرطة بالقاس، التي تضم مركز بالقاس وستاموني وجمصة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي الذي أظهر حصول النائب وحيد قرقر مرشح حزب مستقبل وطن على 93,250 صوت، واللواء فايد الزكي مستقل على 55,642 صوتا، فيما حصد النائب إلهامي عجينة مرشح حزب المؤتمر على 35,000 صوت و131 صوت. وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 386,250 ناخبا، حيث أعلنت اللجنة البيان الإحصائي بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات باللجان الفرعية. أما من ناحية هيثم الحريري بقى، وفي جولة إعادة المرحلة الأولى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات ل5 دوائر في مدينة اسكندرية بإعلان أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان للدورة المقبلة. ووفقا لإعلان الهيئة، النتيجة النهائية تبينت خسارة النائب هيثم الحريري رسميا في الانتخابات البرلمانية، وفوز 2 من مرشحي حزب المستقبل وطن، وهما النائب محمد جبريل محمد حسين والنائب محمود سامح عبد الحميد أمين. أما نأتي بقى لمرتضى منصور. خسر مرتضى منصور في السباق الانتخابي من الجولة الأولى في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث دخل مرشح حزب مستقبل وطن أحمد إبراهيم الألفي جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على مقعد الدائرة. كانت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية أعلنت خسارة المرشح مرتضى منصور ودخول 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة. أما بالنسبة للسيد محمد أبو حامد
خسارة النائب محمد أبو حامد عن دائرة عابدين بمحافظة القاهرة جاءت عبر إعلان منه على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فرز اللجان الفرعية. وقال أبو حامد: قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. أعلن خساراتي في الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنهم. ثم نأتي للمرشح تامر الشهاوي. وفي الجولة الأولى من المرحلة الثانية أعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، مقرها قسم أول مدينة نصر، التي تضم أقسام أول مدينة نصر، ثاني مدينة نصر، ومصر الجديدة، والمخصص لها 3 مقاعد. البيان الإحصائي لعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون في كل اللجان الفرعية. وخسر النائب تامر الشهاوي المنافسة بحصوله على 14467 صوتا. ليوجه التهنئة للفائزين في السباق الانتخابي والشكر للجميع، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك بعد ظهور نتائج الفرز رسميا خارج السباق الانتخابي: ووجه التحية والتهنئة لمن وفقوا من السادة المرشحين عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم البرلمانية في برلمان 2020-2021. وأكرر شكري وتقديري للجميع. حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها. دي كانت أحدث وأبرز عناوين اللي سيطرت على الساحة الإعلامية، وكانت برضو متابعة حصرية لنتائج الانتخابات، لأن فعلا نتائج الانتخابات بتستحوذ على اهتمام كبير جدا من السادة المشاهدين. فاحنا قررنا ان احنا ننزل بفصل اخباري كده عشان الكل يستفيد، وبرضه نعمل تنوع في القناة. اتمنى من الله ان اكون افدتكم، ولكم جزيل الشكر، ويا ريت الاشتراك في القناة، لان هو دعمكم الحقيقي ان القناة تقف وتثابر وتجاهد للنهوض. فانتوا السند الاساسي السادة المشاهدين. اشتراك انت مش هيخسرك حاجة، فعل زر الجرس على كلمة قول، واعمل لايك وشير، كومنت بسيط كده، ده دعم حقيقي للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.